السلام عليكم يا اخوان، ورجعنا من جديد. فيديو اليوم حرق الامم الافريقية، لكن قبلها كنا مخططين ان احنا ننزل مقطع عن كأس العرب وتوقعات كأس العرب، بس حصلت ظروف وما قدرنا نصور فيه. المهم كانت توقعاتي لكأس العرب، يعني باختصرها لكم النهائي كان توقعاتي للنهائي الجزائر والسعودية، والفائز الجزائر. تمنياتي ان السعودية تفوز طبيعي، منتخبنا الوطني. يلا نبدأ في توقع بطولة كأس الأمم الأفريقية. ليتس جو. طيب المجموعة الأولى المغرب، مالي وزامبيا وجزر القمر. في هذه المجموعة منتخبين عربيين، وتوقعي لهذه المجموعة طبيعي الأول اللي يتأهل الأول المغرب، بطل كأس العرب، يعني تأهل بسهولة. ثاني منتخب طبيعي جزر القمر. جزر القمر جاي مقدم بطولة كأس العرب أداء خرافي. تقولي كيف أداء خرافي وهو خسران من السعودية؟ يعني هو جزر القمر جاء في مجموعة قوية، يعني السعودية، عمان، المغرب، طبيعي يخسر كل المباريات. هذه من أفضل المنتخبات العربية. لو كان جاء في مجموعة غير هذا المجموعة كان بيأدي أداء خارق. شفتوا كيف لما تأهل كأس العرب إيش قدم قدام اليمن؟ يعني تأهل كان خسران 4-2، عاد النتيجة وفاز بركلات ترجيح. المتأهل الثالث مالي. تقول لي ليش مالي؟ أحس كذا منتخب يعني. المجموعة الثانية مصر، جزر القمر، أنغولا وزيمبابوي. توقعت إلى المجموعة المنتخب المصري جاي من بطولة كأس العرب مقدم أداء سيء، قدم بطولة سيئة. بس اللي كان يلعب في بطولة كأس العرب المنتخب الرديف، مش المنتخب الأساسي. المنتخب الأساسي الأساسيين يعني كانوا يلعبون في أوروبا، مثل محمد صلاح، مرموش وإمام عاشور. هذولا ما شاركوا أبدا في بطولة كأس العرب، وجاءوا يشاركوا في بطولة كأس الأمم، أكيد بيأدوا أداء خارق. أتوقع مصر. المنتخب الثاني جنوب أفريقيا، لأن جنوب أفريقيا من إحدى أفضل المنتخبات الأفريقية. والمنتخب الثالث زيمبابوي. ليش زيمبابوي؟ شفتوا مباراته مع مصر، وزيمبابوي مؤدي أداء خرافي، يعني دقيقة 60 ومحافظ على النتيجة 0-0. المجموعة الثالثة نيجيريا، تونس، أوغندا وتنزانيا. توقعت المجموعة. أول شيء منتخب نيجيريا عنده أساطير قادمون من أوروبا ومن كل أنحاء العالم، يعني منتخب قوي، وعلى رأسهم أوسيمين اللي فاز بأفضل لاعب في أفريقيا. يعني بتوقع الأول نيجيريا، الثاني تونس ما أدري إذا هو شارك بالمنتخب الأساسي أو الرديف في بطولة كأس العرب، إنه مع عناصر قوية. منتخب تونسي من أقوى المنتخبات، ما ننسى إنه قدم مونديال أسطوري في كأس العالم. كيف مونديال أسطوري في كأس العالم؟ المهم الثالث أوغندا. تقول ليش أوغندا؟ ما أدري كذا، يعني المنتخبين الأخيرين منتخبين ضعاف. شنو بتوقع له؟ رمي أي شيء. المجموعة الرابعة يا ولد، هذه أسهل مجموعة شفتها في حياتي. يعني السنغال تتأهل بالراحة. السنغال، بنين، الكونغو الديمقراطية وبستونيا. يعني شو أقول لك؟ تتأهل الكونغو الديمقراطية مدري وش. أقول لك السنغال وبالراحة. بعدين ساديو ماني وأساطير يعني يقدموا في هذه المهم بتوقع السنغال، الكونغو الديمقراطية وبنين. مرمي أي شيء. المجموعة 5. المجموعة الخامسة الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان. يعني المنتخب الجزائري اللي قدموا في كأس العرب أداء زفت. عارفين انه ما لعب المنتخب الرديف،
ما ادري بالرديف ولا ناقص عناصر، لا ما ادري كيف. المهم يعني ناقص كثير عناصر او لعب بالمنتخب الرديف، لكن ادى اداء يعني خروج من الامارات كنا نتوقع في النهائي، لا سيما انه كان بطل كأس العرب 2021. في هذه البطولة أنا جات العناصر، يعني رجعت العناصر رياض محرز وناقصين من أوروبا، وجاءوا يلعبوا في هذه البطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب. يعني نتوقع أنها تذهب بعيدا في كأس الأمم الإفريقية. المهم السودان، أنا ما أدري هل السودان شاركت في كأس العرب بالمنتخب الرديف أو لا، ولكن بالأساسي أو الرديف ما أدري. وإن شاء الله أنه نفس منتخب كأس العرب، لأنهم قدموا أداء أسطوري في كأس العرب. تعادلت مع الجزائر 0-0 وحاربت، لكن في الأخير خرجت من كأس العرب. المهم المجموعة المتأهل الثالث غينيا الاستوائية. المجموعة الأخيرة مجموعة الموت، فيها أقوى المنتخبات في البطولة تجمعوا في مجموعة واحدة، واللي هي المجموعة الأخيرة، المجموعة السادسة، واللي تتكون من ساحل العاج بطل النسخة السابقة والمنظم النسخة السابقة، والكاميرون اللي أدى في كأس العالم أداء أسطوري، يعني أداء أسطوري بس يعني كمنتخب أفريقي وكذا أداء ما شاء الله عليه. والمنتخب الثالث الغابون، كيف تقول الغابون هذه؟ أوباميانغ. والرابع الموزمبيق. ايش تتوقع؟ توقعاتي الثلاثة الأولين، الموزمبيق تطلع. في هذه المجموعة بنشوف مباريات قوية، نستمتع في هذا الموضوع. المهم وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله انكم استمتعتوا. لايك شير سبسكرايب، هذه الأمور كلها. سلام.